البصاره جابت الصحراء او البصاره جابت سفير ديال احدى الدول ديال امريكا اللاتينيه بدل رايه من نزاع عمره 50 عام اللي هو الصراع على الصحراء المغربيه عاد بصاره عاد ما كيتكرشوا. هذا هو اللي قالوا ضربوه الكرشو بدل. واش عادي انه برلماني اللي كيراقب الحكومه كيصادق على مشاريع القوانين وزيد 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 شهاده ابتدائيه وخذها حتى 2000. لا انا ما معقدكش انك ما قاريش؟ علاش انا ما قاريش؟ انت قاري احسن مني. اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي لكم جميعا ومرحبا بكم جميعا الاخوه والاخوات المتابعين، مرحبا بكم. كما شفتوا في العنوان درنا خبيرات سخونه من الساحه المغربيه، وبطبيعه الحال انتم تعرفون ان الساحه المغربيه غنيه بالخبيرات، وخصوصا في هذا الشهر هذا كنسخون بزاف بالاخبار، اخبار ديال الرياضه والانجازات الكبيره، والاخبار ديال شباب زاد ولا جيل زاد وما انجزوه وما حققوه من تحريك الساحه وتحريك البركه اللي كانت راكده. جيل زاد حرك البركه وحرك الرؤوس اللي كانت جامده، وفضح كذلك الرؤوس اللي كانت خامده، وبداو كيتجاراو ها المستشفيات كتفتح، ها المدارس. الخبر اللي غادي ندرجوه هنا في اطار هذا الشيء اللي حركوا جيل زاد هو الخبر ديال المستشفى الكبير او المركب الاستشفائي الكبير اللي افتتحوا الملك بالرباط. هذا المستشفى اللي بالرباط مركب كبير ومعاه مركب اخر يماثله في اكادير، كانوا مجمدين كاملين وجاهزين ومجمدين، يعني بحال تقول ناسياهم الحكومه، ناسيهم اخنوش، بحال اخنوش ما كاينش، الحكومه ما كايناش، ولا داكشي ما كيهمهمش، ما كتهمهمش صحه المواطنين وما كيهمهمش حتى سمعه البلاد واستقرار وامن البلاد. مستشفيات مركبات كبيره جاهزه جامده. حتى ناض تكلم ملك البلاد في المجلس الوزاري الاخير، عاد ناضوا يجريو باش يفتحوهم، وافتتحهم في هذه الايام بالامس ولا قبل الامس، افتتحهم ملك البلاد. مستشفيات كبيره وبمواصفات عالميه غير مسبوقه في المغرب وتجهيزات غير مسبوقه، ودابا راه كيتجاراو باش هاد المستشفيات تخدم وتاخذ المسار ديالها في اطار الخدمه ديال الصحه للمواطنين. وكنتمناو ان هاد المستشفيات وهاد المراكز الاستشفائيه يستافدوا منها الدراوش ديال المواطنين، ماشي تكون مديوره لباك صاحبي وللناس ولا الطبقه اللي راقيه، لا، تكون ديال المواطنين كاملين وتكون مفتوحه في وجه المواطنين ويستافدوا منها المرضى ديال المواطنين الدراوش كاملين، وما يكونش فيها تمييز ابدا، وما يكونش فيها كذلك كثره الرونديفوات وسير الدجاجه حتى يلتزم حتى يموت اللي مات عاد يوصل ليه الرونديفو. هذا الخبر الاول. والخبر الاخر كذلك واللي تا هو كيدخل في هذا الاطار، القجاع كيقول لنا انه لقى، تصوروا معايا، حتى ناض جيل زاد تحرك وناضت الاحتجاجات وناض ملك البلاد ودار ميزانيه استثنائيه للتعليم والصحه فوق 30 مليار ديال الدرهم للتعليم والصحه. عاد ناضت الحكومه وبقدره قادر كتكتشف ان كاين 3000 بلا مدير. تصوروا معي، هذا راه مسؤول الميزانيه القجع، مسؤول الميزانيه
كيقول بانه فاش جات هذيك الميزانيه اللي دارها صاحب الجلاله، هما دابا راه دخلوها في الميزانيه ديال العام الجاي، لقى 3000 بدون مدير. وتصوروا معايا، والحكومه ما هناش وما ساكنينش هنا. وفي واحد الفيديو جاي شفتو دابا، زعما داك الشيء قد ما كيضحك كيبكي. ومن الاخبار الزوينه كذلك اللي قريتها هذا الاسبوع هذا، هو ذاك البرلماني اللي قال لك السيدي قنع سفير ديال شي دوله، ما عرفتش، ما لا اذكر هذيك الدوله منين، هم استطاع بحنكته الدبلوماسيه وبتكوينه العالي في الدبلوماسيه، استطاع يقنع سفير ولا قنصل بمغربية الصحراء. يا سيدي قنعوه، دا عنده الدار وقنعوه. عرفتي باش قنعوه؟ قنعوه بجبانية البصارة. شوف قسما بالله، واحد المره جبنا السفير ديال باراغواي، ديتو للدار، غير تغدى وكلا البيصاره، خرج باب دار الثقافه قال الصحراء مغربيه، قسما بالله. البصاره جابت الصحراء. اولا دابا تصور لك دابا هذا ما يخلقلكش ازمه مع الباراغواي. دابا تصور الباراغواي غتسمع هذا التصريح، غتعيط للسفير ديالها، تقول له انت بعدا بصح بدلتي انت قلتي لنا التقرير انك تلاقيت شي بوريطه وتلاقيتي المسؤولين وناقشوا معاك وعطاوك العرض، انت غا ضربتي البصاره وجاي كدوخنا كتقولي مثلا. دابا واش التصريح واش عادي انه برلماني اللي كيراقب الحكومه كيصادق على مشاريع القوانين وزيد 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 شهاده ابتدائيه وخذها حتى 2000؟ لا انا نقول لك حاجه، ما معقدكش انك ما قاريش؟ علاش انا ما قاريش؟ انت دابا قاري احسن مني. ما كتفهمش ليا هاد الطريقه د ولوج البرلمان، علامه استفهام كبيره محمقاني. اسمع الفيديو باش ندخلوا في الموضوع. ولكن برلماني وخصو يكون شويه بعدا، اش غيكون؟ خصو يكون قاري شويه، فاهم شويه، المغاربه واعي شويه. المغاربه تم اختيار ديالهم عليا، فين عندك انت المشكل سي رمضان؟ نظن ان جا الوقت فين تحط قوانين وشروط صارمه لولوج ديك القبه المصيريه. من هاد الشروط خاص يتفرض مستوى دراسي جد محترم، اقل شي مستوى جامعي وشهادات عليا. قلت لكم راه كثرت لهم كتضحك. قنعوا بجبانية البصارة، قال لك اسيدي دا عنده الدار وشربوا البصارة وخرج من الدار عنده وهو مقتنع بأن الصحراء مغربية. وتصوروا معايا دابا هذا راه برلماني وكينتمي للحزب ديال رئيس الحكومه اللي فيه الكوادر وفيه اللي قال لك جاب لنا الكوادر. دابا تشوفوا الكوادر، تشوفوا وزير الصحه والتكوين ديالو ووزير التعليم والتكوين ديالو، ما علاقته بهذيك المجال اللي هو وزير عليه. هذا برلماني كيقول لك قنع دبلوماسي ولا قنصل ولا سفير ديال دولة إفريقية، قنعوا بمغربية الصحراء بجبانية البصارة. ديتو للدار، غير تغدى وكلا البيصاره، خرج باب دار الثقافه قال الصحراء مغربيه، قسما بالله. تصوروا دابا اش غيقولوا علينا، اش غيقول علينا العالم الا شافوا عندنا بحال هذا البرلماني. وتصوروا اش غيقولوا علينا الخصوم الا قلنا لهم راه قنعنا سفير ديال دولة، قنعناه بمغربية الصحراء، قنعناه بالبصارة، بجبانية ديال البصارة. ولكن كاين أخبار أخرى زوينة. من الأخبار الزوينة أن الرباط غيولي فيها هذيك الحافلة اللي كتنقل الركاب على اليابسة وكتسارى بهم في مدينة الرباط، يشوفوا مدينة الرباط ويشوفوا المعالم ديال مدينة الرباط على اليابسة، وكتكمل بهم ديك الجولة فوق مياه أبي رقراق. يعني حافلة كتمشي في اليابسة وكتمشي كذلك على المياه، كتعوم في المياه. وهذه سابقة في الدول الإفريقية، غادا تكون غير في المغرب
هي أول دولة في المغرب، في أول حالة في الدول الإفريقية. من الأخبار كذلك الخبر ديال خبر قريتو ديال هادوك اللي كيغشوا في زيت الزيتون، يمكن في الفقيه بن صالح، يعني لقاو في الفقيه بن صالح ما شحال من طون ديال الزيت محطوط في شي معصره، وهو زيت ما معروفش المصدر ديالو، واش زيت المائده يعني اللي كنطيبوا به العادي، ولا شي زيت ما عرفت منين جايبينو غيخلطوه مع زيت الزيتون. وكراهم جامعين لينا داك الزيت المحروقه ديال الموتور ديال السيارات والشاحنات، جامعين منه باش يخلطوا لينا مع شويه الحشف ديال الزيتون ويبيعوا للمواطنين. وشوف هاد المساخيط هادو اشنو كيديروا، لا يتقون لا قانونا ولا يتقون لا الله سبحانه وتعالى ولا